السلام عليكم إخوان، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ردة الخليجيين على خسارة تونس أمام اليابان ب4-0. هيا نشاهد الفيديو. يا جماعة يقول اليوم لو ألعب ضد تونس باش نصير الهداف التاريخي للمونديال، راح يصير الهداف التاريخي للمونديال. وصف يدل على الكارثة الكبيرة اللي سوتوها. أقسم بالله عليكم أن تكونوا خجولين من أنفسكم على الأداء السيء جدا اللي قدمته. ما أبالغ إذا قلت أن هذه واحدة من أسوأ نسخ المنتخبات العربية اللي شفتها في المونديال. تونس اشتعمل يا عالم، اشتعمل. أداء هزيل جدا في مباراتين على التوالي استقبلوا فيها تقريبا 10 أهداف، حتى ممكن تصير أكثر من كذا. 10 أهداف. انتوا ايش تسوون جايين لكاس العالم؟ كيف انت تروح لكاس العالم على اداء كبير انت تقدمه، اداء كبير تتاهل فيه من قارتك عشان تروح تلعب في كاس العالم، وانت مو منتخب صغير، انت مو منتخب اول مره يشارك. ايش الاداء الكارثي اللي تطلعوا فيه هذا؟ الصدمه مو كذا بس، هذول 5 هزايم على التوالي حتى الان وبنتائج ثقيله جدا. انت لما تشوف منتخب كبير يقدم الاداء هذا، الاداء السيء هذا، انت لازم تعرف مباشره حتى بدون ما تبحث في التاريخ ولا تشوف ايش اللي قاعد يصير، تعرف ان في مشاكل اداريه. والله انا ما ادري ايش اللي يصير، لكن 100% في مشاكل اداريه. الاتحاد التونسي انتم ما ادري هل انتم شاهدين على هذه الكارثه اللي قاعده تصير؟ عيب. نفسي اقعد مع لعيبه منتخب تونس واسالهم كام سؤال كده في وشهم. هو انتوا يا ابني ما بتعرقوش ليه؟ وما تقوليش احنا حاطين على وشنا صن بلوك. هو انتوا يا ابني ما بتزعقوش ليه مع بعض؟ هو انتوا يا ابني ما عندكمش شويه جرينتا ليه وتقعدوا تتخانقوا مع بعض وتحمسوا بعض؟ فين يا ابني الروح القتاليه بتاعتكم؟ انا مش فاهم. احنا عملنا زي اللي غير السواق والموتور واحد، ما هو نفس الموتور. منتخب اليابان النهارده بيثبت لك ان المشكله مش في هيرفي رينارد، المشكله كبيره جدا من اول الاتحاد التونسي لجوده اللعيبه. الراجل ممكن انه يرفع الخطه ويرفع التشكيله، ولكن مش هيرفع جوده اللعيبه. احنا مش جايبين ساحر جامايكي يا عم تونس، ولكن اللعيبه النهارده اقسم بالله ما بتعمل بالتيشيرت اللي هي لابساه. اقسم بالله النهارده لعيبه منتخب تونس ما مقدره ان في 13 مليون تونسي سهران علشان يشجع المنتخب. يا اخي قسما بالله تحياتي لكل واحد راح شغله وما خدش اجازه من شغله زيي عشان يتفرج النهارده على منتخب تونس. وما تقوليش مالك يا عمي وشبيك انت مهبول، هو منتخب تونس هيكسب اليابان؟ يا عم مش عايزه يكسب اليابان. انا نفسي احس ان المنتخب التونسي بيحاول انه يعمل اللي عليه. يا شباب احنا دخلنا التاريخ بس من حته تانيه مش هينفع اقول لك عليها. منتخب تونس في تاريخه لأول مرة يستقبل 9 أهداف في مونديال كأس العالم في أي نسخة، وكمان ده لسه فاضل مباراة هولندا. ده في مباراة هولندا إن شاء الله هندخل كده موسوعة جينيس. أعمل إيه لما أنت تاخد 4 من اليابان وتاخد 5 من السويد؟ غيرت مدرب بتاع السويد وجبت مدرب هيرفي رينار في اليابان والفرق 1. دي فرق 4 ودي فرق 4. تتفرج النهارده المساحات الشاسعه اللي بيسيبها اللعيبه بتاعه تونس. اموت واعرف ايه هو السبب. اللاعب بتاع منتخب اليابان وهو معاه الكوره يقدر يطلع موبايله ويدخل على جوجل مابس ويشوف اقرب مطعم سوشي يروح يتغدى فيه ويرجع قبل ما حد يفكر ان يضغط عليه. ليه بقى؟ منتخب تونس لا يستحق التواجد في كأس العالم، لا أداء ولا نتيجة ولا شكل ولا مضمون ولا أي حاجة. تستلم 5 المباراة الأولى، المباراة الثانية 4، المباراة الثالثة الله يستر تكون 10. منتخب متهالك فنيا، زعلوا علي أهل تونس والله العظيم. منتخبكم فاشل إلى أبعد درجة، لا أداء لا تكتيك لا تكنيك لا روح لا أي حاجة من اللاعبين. لا وجايبين ما شاء الله مدرب، يا أخي لو في خير كان خليناه. مدرب رينارد سيء يعني، ما شاء الله المباراة الأولى 5 على اساس انه قلص النتيجه على 4. مباراه هولندا ترى راح تنتهي 10 واذكر كلامي، والله ما يرحمونكم هولندا، والله ما يرحمونكم. فالله يستر الله يستر الله يستر. ولا هدف لكم. منتخب للامانه لا يملك اي مقومات انك حتى توصل فيه، حتى طلع من دور المجموعات بشرف ما فيه. بالذل بالاهانه انهزم، لا اله الا الله، من الهزايم والكوارث اللي صارت له. لذلك كره القدم لازم يكون فيها روح، فيها قتال، فيها تكتيك، فيها كل الاجزاء هذه، ولكن لا يملكها منتخب تونس ابدا. مع تونس مفيش امل، مع تونس الامل صفر. الهدف الثاني لليابان 2-0 في 30 دقيقه، فضيحه جديده رايحين ليها في السكه. احباط كبير جدا 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 مع المنتخب التونسي. مش فارقه بقى، مش فارقه الموشي، مش فارقه رينار، مش فارقه. هي القصه مش قصه مدرب، القصه قصه كواليتي لعيبه اقل بكتير جدا من ان هم يلبسوا تيشيرت منتخب تونس. حزين اقسم بالله انها فضيحه وعار. منتخب تونس يخسر من السويد 5-1 والان مهزوم من اليابان دقيقه 88 4-0.
اللي قاعد يصير في المنتخب التونسي جريمة. المفروض الاتحاد التونسي كله يغير. تنظيف تنظيف تنظيف، بناء أكاديميات، جلب مدربين على مستوى، جلب إداريين. أنا والله إني حزين، أقسم بالله إني حزين. إهانة قاعدة تصير، إهانة بحق تونس. والله أنا من محبة، أنا سعودي، ولكن أقسم بالله إني حزين على خسارة تونس بهالخروج. المنتخب التونسي ما عملش 7-8 مخالفات فاولات. لعيبة سيئين، إدارة سيئة، اتحاد سيء. 90 دقيقة في الماتش. والله يعينك يا عصام الشوالي، اقسم بالله مهزلة. عارض لك للشعب التونسي وللمشجعين اللي حضروا من تونس لامريكا عشان منتخبهم. وترى المشاكل هذه مو توها، من زمان تونس كل شيء سيء بخصوص كرة القدم والمنتخب التونسي. ان شاء الله تونس ترجع مثل اول واحسن باذن الله. والله حرام، اقسم بالله حرام. المرة اللي فاتت تونس اخذت 5 وقامت غيرت المدرب في كاس العالم، واليوم بعد ما غيرت المدرب اخذت 4. لا حول ولا قوة الا بالله، ما استفادوا اي شيء من التغيير. سكين رينارد مدربنا هذه اول مباراة له يا اخوان، شوف كيف فقد اعصابه يا اخوان، باقي شوي ويتشنج. الموضوع فاجأني، بدأ بسرعة مرة. الدقيقة 4 هدف لليابان، الدقيقة 31 يا اخوان 2 لليابان، الدقيقة 70 يا اخوان 3 لليابان، الدقيقة يا اخوان 83 4 لليابان. والله يعين تونس للأمانة، يعني اخذت 5 من السويد و4 من اليابان ومن هولندا كم. وكذا رسميا ثاني منتخب عربي يغادر البطولة بعد قطر يا اخوان هي تونس. وهارد لك لاخواننا التونسيين. تونس تخسر من اليابان 4-0 يا معلم. خسروا من بلجيكا 5، من السويد 5، ومن اليابان 4. كارثة يا معلم. شوالي زعلان، مرة زعلان. يا اخوان صحيت اشوف ايش النتيجة، لقيتها 3-0 لهسه دقيقة 80. تونس خارج كأس العالم. تونس اول منتخب عربي خارج كأس العالم بال3 من اليابان بال5. انا بحب هذا الشعب، اقسم بالله كنت حاب يفرحوا على اقل فوز. والله انظلموا يا رجل، والله قسما بالله كان المدرب والاشياء المشاكل اللي صارت تعبت نفسيتهم. بس والله يا تونسي ارفع راسك، وشاركتك بكأس العالم بحد ذاتها كان فخر، وانت وضعك ما كان مستقر. تونس اول منتخب عربي يخرج من كأس العالم، الله يسترنا من اللي جاي. يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. هو ده لسان حال الشعب التونسي دلوقتي. هزيمة منتخب تونس امام الماكينات اليابانية 4-0. يعني انا عايز اقول كلمة للشعب التونسي وللمنتخب التونسي، خد بعضك وامشي. يعني بلعت 5 من السويد اللي هولندا خسرتها 5 النهارده، وخسرت من اليابان وهتلاعب هولندا اللي خسرت السويد 5 اللي هي السويد خسرتها 5. يعني انت ممكن الماتش الجاي تبقى لك 15-0. أسوأ أداء شفته في حياتي على مر التاريخ لمنتخب عربي في كأس العالم. ولازم أقول الكلمتين دولت لمنتخب تونس. ما لما تلاقي منتخب تونس بيخسر 5 في 4 لازم تقول الكلمتين دولت، لأن منتخب تونس منتخب مش صغير. فرسالة للمنتخب التونسي، لم شنطتك يا باشا والناس نايمة كده وخد بعضك على تونس على طول، على الصفاقس. ارجع على الصفاقس اشرب عصير قصب هناك. الواحد حزين اقسم بدين الله على اللي حصل في منتخب تونس دوت، حزين على الشعب التونسي، مش عارف يلوم مين، يلوم بقى اتحاد الكره التونسي ولا يلوم مين. واخدين لعيبه ما ينفعش تلبس اصلا تيشيرت منتخب تونس، لان منتخب تونس منتخب كبير. فالخمسات في الاربعات في ماتش هولندا اللي جاي ده، انا بقول لكم من دلوقتي يا رجاله والله من غير زعل، يلموا شنطتهم ويطلعوا على تونس على طول، زي ما قلنا يشربوا عصير قصب في الصفاقسي يا اما في الترجي يعني، او اي منطقه هناك، لان اللي بيحصل ده غلط. وربنا يكون في عون الشعب التونسي. هو حتى الديك مش عاجبه الكلام دوت، يعني الديك تحت مش عاجبه الكلام دوت. فانا خد بعضك وامشي، خد بعضك وامشي. برشا ما عندناش نهائيا. فضيحة جديدة بعد الفضيحة الأولى. تونس بتخسر مرة تانية من اليابان 4-0 بعد المباراة الأولى 5-1 من السويد. تشوف محاضرة هارفي رينارد للاعبي تونس قبل مباراة اليابان تقول إن هم ينزلوا ياكلوا اليابان وياكلوا كأس العالم وهيفوزوا بالله، ولكن في أول مبارياته مع منتخب تونس في تاريخه بيخسر 4 من اليابان. عيب مش في المدرب نهائيا. عصام الشوالي زي ما قال بالظبط، الرئيس اتغير ولكن العمال هم ولاعبي تونس هم العمال، وحرفيا عمال زي الزفت. ورسميا منتخب تونس يودع بطولة كأس عالم 2026. حبايبي يا تونس، وتونس اكلت برشا اهداف ذا البطوله، بس يعني الحمد لله ربي ساتر عليهم.
مباراتهم اللي راحت مع السويد كانوا يلعبون الساعة 4 الفجر، الحين الساعة 7 الصباح، يعني ما حد شاف مبارياتهم. ما حد يدري عنهم. نص العالم ما يدرون ان تونس مشاركة. جت اللجنة المنظمة قالت تونس حياكل برشا اهداف، خلينا نستر عليه، نحطه اخر الليل لان الليل ستر، حطوا اخر الليل. قالوا مين ودكم اللي يتفرجون عليه؟ قالوا حطوا السعودية الساعة 7. سوري الساعة 7، حطوها الساعة 7. بالمنظر ده ما لازم تونس تلعب ماتش هولندا، خلاص انتوا كده كده تونس خرجت خلاص، ودي فضيحه تاريخيه لمنتخب تونس. اول مره نشوف منتخب تونس بالسوق ده، 5 من السويد و4 من اليابان. طب انت هتعمل ايه مع هولندا اللي كسبت السويد، اللي كسبتها 5، هولندا كسبتها 5؟ لا معلش يعني برضو الاتحاد التونسي لكرة القدم، انتوا جايبين الراجل ده يعمل ايه؟ يعني انت اقلت خلاص صبري لاموتشي بعد اول مباراة علشان خدت سكور 5-1 من السويد. طب انت ده منتظر منه ايه؟ هل هو هيأهلك؟ هل هو هيحسن لك الاداء؟ الراجل كان لسه جاي بشنطته هيرجع بيها تاني، هو ما لحقش يقعد في البلد اصلا. مستحيل في يوم وليلة الدفاع الكوميدي ده، دفاع مراكز الشباب، مش هقول لك حتى دفاع اندية، ده الدفاع ما يليقش حتى باندية، ما بالك منتخب. استقبال هجمات واهداف بجميع الطرق والسبل الممكنه. مش ان اليابان كسبت تونس بالاربعه، لكن ايه الاستحواذ ده؟ ايه نسبه الاهداف المتوقعه دي؟ نسبه الاهداف المتوقعه 0.05 هدف. اقسم بالله العظيم دي تستحي تطلع الاحصائيه دي. بست الكره 6 مرات بس في منطقه جزاء اليابان. يا جدعان حتى التمثيل المشرف صعبتوه علينا. الله يسامحك يا حنا بعلى، علقتني بحب المنتخب التونسي وسبتني، لان المنتخب التونسي متبقي له مباراه واحده في المجموعه، هي مباراه هولندا اللي تعادلت مع اليابان 2-2، واليابان اللي كسبت تونس 4-0، هولندا اللي كسبت السويد 5-1، والسويد كسبت تونس 5-1. يعني طبقا لقوانين الفيزياء وعلوم الرياضيات المباراة دي هتخلص 10 مرتاح. فخلاص كنسلوا التمثيل المشرف، كنسلوا الصعود من دور المجموعات لدور ال 32،